احنا مش جايين الدنيا دي عشان نتعذب او نتألم، احنا جايين الدنيا دي وورانا رسالة وربنا وضعنا فيها. وعشان ربنا يريحنا، ربنا اكرمنا بالقرآن الكريم وخصص لينا احنا آية الناس اللي بتتألم في حياتها او بتتعذب لشيء ما، عشان يشرح لنا الوضع اللي احنا فيه. والآية دي كانت في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء. خلينا في كلمة لنبلونكم. ربنا هيبتلينا، هيمتحننا وهيختبرنا. هو ربنا اللي بيقول لنا كده. بشيء من الخوف، والخوف هو كل حاجة احنا بنخاف منها، لان في ناس ابتلاءها في الخوف، خايفة ان هي تفقد اولادها، خايفة ان هي ما تتجوز، خايفة من ان حياتها ما تكملش وتموت، خايفة من كل حاجة. فربنا قال لنا لنبلونكم، ومن رحمة ربنا علينا ان هو جعله شيء من الخوف، لان لو كان ابتلينا بالخوف الكامل كنا هنهلك. وعدد لنا ربنا انواع الابتلاءات عشان نرتاح، عشان نعرف احنا عندنا ايه، عشان نعرف وجعنا هو ايه. قال لنا شيء من الخوف والجوع، طبعا كلنا عارفين معنى الجوع ايه، ونقص من الاموال والانفس. ايه نقص الاموال والانفس دي؟ الاموال يعني خسارة فلوس، ضيقة في الفلوس، تعثرها، ذهاب الفلوس خالص. والانفس عارفينها بالفقد والموت. والثمرات طبعا ده واضح ايه نقص الثمرات، اللي هي ايا كان عندنا ارض، عندنا محاصيل، عندنا انتاج، نقص في الانتاج ده، وده يعتبر من الابتلاءات اللي ربنا عددها. والانفس طبعا عارفينها والثمرات. وبعد كده ربنا قال لنا بقى، بعد ما قال لنا الابتلاءات اللي احنا هنمر بيها دي كلنا، قال لنا بشر وبشر الصابرين. يعني ايه وبشر الصابرين؟ يعني بعد ما ربنا قال هنبلوكم، يعني ربنا هيبتلينا وعدد لنا انواع الابتلاءات، قال لنا في اختيار ليكم يا مبتلين، ان انا ببشركم يا صابرين. ففي اختيار تاني، الناس اللي هتكفر وهتتوجع فهتتألم فهتتعب نفسيا وعضويا ومش هتقبل الابتلاء، دول ملناش دعوه بيهم. ربنا بيقول لك ايه؟ وبشر الصابرين. يعني قال لك خد بالك، لو انا هبتليك يا مؤمن، فانا هبشرك يا صابر، اللي هيصبر على الابتلاء اللي هو فيه اللي ربنا عدده لك. ما لهم الصابرين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني انت لما تبتلي فتصبر، فتقول ايه عشان تعرف انك صابر على اللي احنا فيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي بيريح نفسه في الابتلاء أيا كان الابتلاءات اللي أنا عديتها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون بيرتاح. ليه؟ بعد كده كانت نتيجة الصبر ونتيجة إنا لله وإنا إليه راجعون بعد الابتلاء إيه؟ ربنا من رحمته قال لنا الصابرين دول اللي ربنا بشرهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني إيه؟ يعني يا جماعة ربنا بيعدنا احنا الصابرين المؤمنين في الدنيا، بيبتلينا عشان المضمون في الابتلاء مش ان احنا نتعذب، لا، ربنا عايز يميز الصادق من الكاذب، المطيع من العاصي. خدوا بالكم احنا في امتحان واختبار، احنا مش جايين نتعذب ولا جايين لما نبتلي ان احنا نمرض ونتعب نفسيا، لان احنا ربنا قال لنا في كتالوجنا اللي هو منهج حياتنا اللي هو قانوننا القرآن، قال لنا الآية العظيمة دي، فنهدى كده بالله ونقراها ونفسرها لنفسنا، مش محتاجة تفسير الحمد لله. وبعد كده في الاخر ربنا قال لنا حاجة جميلة، ان انا بعدكم عشان المصائب اللي انتوا بتمروا بيها، ده اعداد للمؤمنين الصابرين، عشان تكون النتيجة هي ثواب واجر عظيم، مش في الدنيا بس او الاخرة بس، لا، في الدنيا والاخرة. فانا جايه اقول لكم النهارده في الفيديو اصبروا
على كل وجع وكل ألم وكل غيظ وكل حاجة مريتوا بيها من الابتلاءات. ربنا ذكرها لنا يا جماعة. اصبروا اصبروا لأن ربنا بشر الصابرين. اصبروا لأن احنا في اختبار وامتحان. احنا مش جايين الدنيا عشان نلعب ونضحك ونهزر وبعد كده نمشي منها، لا احنا جايين عشان نبتلي، عشان ربنا يعرف من فينا اللي هيكمل وهيصبر ومين فينا اللي هيكفر ومش عايز حاجة تضره ولا عايز حاجة تمسه. ما خدوا بالكم انتوا كده كده حتى لو رفضتوا الابتلاء انتوا هتفضلوا مبتلين، فتقبلوا الابتلاء. انا بتك قوي على حته الزوجه اللي جوزها بيغدر بيها وبيسيبها وبيخونها وبتتظلم. ابتلاءك ده كملي فيه، اصبري فيه. اي حد يضحك عليكي ويقولك اوعي تصبري، اوعي تقزمي الغيظ، انت هتصابي بمرض، هتصابي بحاله نفسيه واكتئاب، انت هتموتي، ما تصدقهمش. انت من الناس اللي ربنا ابتلاكي فبيختبرك عشان هو ربنا عارف انك هتصبري. كل الحياة اتعرضت علينا وربنا عليم خبير، عارف ان احنا من الصابرين وعارف ان احنا من المهتدين وعارف ان احنا من الناس اللي ليها جزاء عظيم. وبشر الصابرين. الفيديو ده صدقة جارية على روح بابا وجميع موتى المسلمين. انا غادة اتمنى لكم السعادة. يلا بينا نتعافى مع بعض بالفيديوهات اللي انا بعملها شوية وهطلع بس مباشر. هسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.